اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. جيتكم اليوم بفيديو جديد وهو الروتين، آخر فيديو قبل رمضان إن شاء الله، قبل بداية الشهر الفضيل شهر رمضان. حبيت كما قلت لكم المرة اللي فاتت، حبيت نخلي المطبخ متاعي هو آخر حاجة باش ننظفها. علاش؟ على خاطر عملت فيه التحضيرات الكل بمناسبة شهر رمضان، وقلت خليني ننظفه هو آخر حاجة. هذاك علاش اليوم باش نشارك معكم الروتين هذه. ما هيش باش نشارك معكم المطبخ الكل على خاطر الفيديو تجيكم طويلة، ولكن شاركت معكم بعض الأشياء فيسع معناتها. هي المطبخ بتاعي ما كانش مسخ برشا، يعني نظفت التنظيف الكبير ما عملتاش في الفيديو، ولكن حبيت نوريكم شوية نحفزكم فقط. اكيد راهي الاكثرية فيكم نظفت وكملت، يمكن اني روتار شوية متأخرة. اكيد الاغلبية راهم نظفوا وكملوا الروتينات متاعهم، ولكن ميسالش نحفز شوية الاخوات اللي مازال عندهم شوية خدمة. كما تشوفوا المطبخ كما قلت لكم ديجا في فيديو سابق، راهو المطبخ الابيض راهو ماهوش وساخ، ما يتوسخش فيه ساعة. كما تشوفوا فيه راه كأنه هو نظيف، ولكن فيه كومام الاكثريه الزيوت ما تبانش فيه، مي مسخ كومام. سورتو البلاصه اللي نطيب فيها من جهه البلاك، من جهه التطيب البلاصه هيك مسخه برشا. هكا علاش اكدت عليها اليوم. بالنسبة للتيروار هذا نحط فيه الزيوت، زيت زيتونة زيت الجاليان أو زيت تورنسول. ولكن شوفوا لي باني هاكم اللي واخدتهم من اكسيون، كنت ديجا شريتهم من اكسيون. فريمون يردوا في عوض تعملوا هاك البلاستيك في التيروار. حاولوا تعملوا دي باني كيما هكا وتجيكم سهلة، التنظيفة سهلة، ما يكونش مسخ برشا، الوسخ كله يمشي في الباني. كما تشوفوا عندي 4 دبابز بلار، كل زوز من نوعية، يعني زوز فيهم موتيف وزوز بلاش، باش نجم نفرق ما بين زيت التورنسول، زيت الجليان وزيت الزيتون. ولو اني عملت عليهم ليزيتيكات هم البلاستيفيي، يعني تعدوا تحت المي. ولكن في الاول خذيتهم عمدا ما همش كيف يعني كل واحدة كيفاش، باش نفرق ما بين زيت زيتونة وزيت الزيت الاخر كما قلت لكم. اول حاجة بديت بها، حبيت نعبي الزيت باش ديما يكون عندي الستوك قريب الزيت، كلك سواز الانواع الاثنين. هكا علاش بما اني شريت 4 دبابيز، دونك حبيت نعبيهم الكلهم.
ونحطهم نستعملهم في رمضان، ما نقعدش كل مرة نجيب ونعبي. بالنسبة للحاجات الأخرى كنت ديجا ما شاركتهاش معكم الكلها، ولكن حاولت نقرب أكثرية الحاجات اللي باش نطيب بها في رمضان. نعبي يعني الفلفل والحاجات اللي نستعملها في رمضان الكل، حاولت باش نعباها باش ان شاء الله نبدا رمضان كل شيء عندي على اليد، غير باش يكون براتيك وعملي وقريب لليد. كما شفتوا بعد ما عبيتهم من برا معبين بالزيوت بالدهون. دونك غسلتهم بعد ما عبيتهم، غسلتهم من الخارج فقط، وباش نرجعهم نضاف لبلاصتهم. بنات الحاجات اللي تستعملوها للتطيب الكلها تكون على اليد. حاولوا تعملوا بلاكار يكون قريب للبلاك، قريب على اليد، اللي فيه تلموا فيه الزيوت والفاحات اللي زيبيس الكل. يكون هو معناه يسهل لكم طريقة التطيب، ما تقعدوش كل حاجة في بلاصة. ماذا بكم تلموا الحاجات هذه مع بعضهم في بلاكار، الأكل وكل شيء، البات والروز والدنيا هيك تلموها زادة في قاعد مونجي في بلاصة أخرى، معناها في بلاكار واحد آخر، والماعون وحدهم في بلاكار واحد آخر. هيك ما تتعبوش صديقاتي، كل حاجة تشد بلاصة. بعد حبيت ننظف معاكم البلاصة هذه اللي أكثر بلاصة توصلها الزيوت، أكثر بلاصة الدهون والفابور والبخار وكل. يعني ديما تتمسخ البلاصة هذه براتيكمون، نحاول ننظف فيها كل يوم. هك علاش هي ماهيش مسخة برشا، ولكن حبيت ننظفها مليح المرة هذه. على خاطر في شهر رمضان لا غالب كيما الناس الكل احنا العرب معروفين بالقليان، معروفين بالحاجات الفابور تطيب نطيبوا برشا. يعني البلاصة هذه اكيد ما تفوتش على نهارين ثلاثة وتعاود ترجع كما كان. يعني كل مرة تعملوا لها ضربة. التنظيف ماهوش باش يكمل في رمضان، اكيد باش ننظفوا، باش نقعدوا نرجعوا على برشا حاجات، ولكن على الاقل في بداية رمضان تكون كل حاجة شادة بلاصتها ونظيفة، وخاصة المكان المخصص للطبخ. ان شاء الله ربي يشفيك عزيزتي. ادعوا معنا صديقاتي الاختنا سمع عمري في القناة، باش ما تضطرش تعمل عملية اخرى. ان شاء الله ربي يشفاها ويعافاها ويبعد عليها البلاء يا رب.
حبيت نجاوب أخت في القناة سألتني سؤال. الأخت هبة قالت لي واش كتصلي قاعدة، يعني كي شفت ركن الصلاة المرة اللي فاتت قالت لي علاش راكي تصلي قاعدة ولا لا. سؤال، ووينهم السجدات ما بانولهاش. جاوبتك يظهر لي في الميساج عزيزتي، قلت لك راهو السجادة هيك اللون تاعها أخضر. بالنسبة في الفيديو حطيت إلا السجادة متاعي، على خاطر اني نصلي في البلاصه هيكي، نصلي لوطه. وبقيت السجادات متاع وليداتي وراجلي راهم في البيوت متاعهم، يعني مازال ما بداش رمضان، مي ان شاء الله بقدره ربي في رمضان نصلوا صلاه جماعه، والناس الكلها تجيب السجادات متاعها. اما بالنسبه لبعض الاخوات ونقول لهم ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا على خاطر كتبوا لي في التعليق اللي حطيت مسبحه فوق القران الكريم. ما كنتش نعرف هالمعلومة. أكيد القرآن من نجم نحطه فوقه حتى شيء، ولكن ما كنتش نعرف حتى المسبحة ما نجموش نحطوها، خاطر المسبحة يعني افترض إنها ما فيها حتى شيء نجم نحطوها. ولكن معلومة أعطوها لي الأخوات. شفتوا علاش قلت لكم تعليق باهيين؟ على خاطر نتعلموا من بعضنا. دونك نحيتها المسبحة حطيتها على جنب باش على خاطر كيما قلتوا لي معناها فوق القرآن ما يجي. باش نخلي لكم باج متاع اخت تبيع تصنع في الحلو. هي جزائريه، يعني الاكثريه الحلو الجزائري، ولكن تصنع حتى الحلو متاع المغرب تونس وكل. دونك باش نخليكم الباج متاعها. بالنسبه للناس اللي ما يسكنوش بعاد في ال 91، اذا كان مهتمين نخليكم الباج متاعها. اكيد راهو برشا ناس ما عندهاش الوقت باش تصنع الحلو الجاتو او في العيد ولا حاجه. انا اذا كان استحقيتوا لها ما تنسوش باش تتصلوا بها، وان شاء الله تعمل لكم حاجه كيما تحبوها. كيما شفتوا صديقاتي اليوم ما حكيتش معكم على الروتين. الصورة قاعدة تعبر على نفسها، يعني ما كانش لازم باش نحكي معكم ونقول لكم ايش قاعدة نعمل. هكا علاش استغلت فرصة باش نجاوب على بعض التعاليق ونحكي معكم في حاجات اخرى. كان هذا هو الروتين متاعي، التنظيفة متاعي. ما كملتش معكم المطبخ الكل كيما قلت لكم في اول الفيديو، على خاطر راهو يتطلب برشا وقت تصوير وتطوال الفيديو. اللازم في اللازم كما قلت لكم، كل واحدة فيكم أكيد راهو كملت التنظيف متاعها. ولكن إذا كان عندكم برشا حاجات زايدة حاولوا تنقصوا الماكسيموم، حاولوا تلوحوا الحاجات الزايدة عليكم باش يكون المطبخ متاعكم فاضي، وتنجموا كيفاش تدوروا فيه وتنجموا تحركوا فيه. على خاطر عندنا مشكلة إن نعبوا الحاجات فوق بعضها. عزيزي علينا إن باش ما نحبوش نلوحوا الحاجات، كل حاجة عندنا فيها سوفينير، ولكن راهي ماهيش براتيك على الاخر، ماهيش براتيك الحكاية هذه. لازمنا نقصوا كي نشرو حاجة جديدة نحو الحاجة القديمة، سواء نعطوها لحد سواء نلوحوها إذا كان معاش قابلة للاستعمال.
كانت هذه هي الفيديو متاعي صديقاتي بالنسبه اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنسوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونحب نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك، يدخل عليكم بالصحه والسلامه، ولا فاقدين ولا مفقودين، وبسلامه.